طلبة الثانوية العامة، كل سنة وانتم بخير. خلاص هانت باقي أيام ونخلص امتحانات الثانوية العامة وتخلص السنة دي على خير إن شاء الله. اللي حصل في المواد التانية ما يأثرش عليك في الفيزياء، اللي جاي أحلى إن شاء الله. امتحان الفيزياء هيبقى جميل بإذن الله، هيبقى زي الفل. أنت بس اعمل اللي عليك والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. الأول هنعمل إيه في الفيزياء؟ في الفيزياء أنا عايزك بس تركز فقط. اعمل عليك وذاكر وركز في الامتحان. الامتحان سهل بس للي مركز. الامتحان صعب للي ما بيركزش، للي ما حلش كتير. عشان ما حدش يتخض ويقول لك اصل الفيزياء بعبع الثانويه العامه والفيزياء والفيزياء والفيزياء. لا، الفيزياء محتاجه كلمه واحده بس، هي التركيز. ركز وخليك دايما بمبدأ أنا قوي، مبدأ أنا هعمل اللي عليا والباقي على ربنا. وصدقوني هتعدي الفيزياء وهتبقى أحلى مادة بالنسبة لك، وهتخلص امتحانات على خير والدنيا هتبقى زي الفل. طيب إيه اللي احنا عايزين هنعمله النهارده هراجع معاك بعض الأسئلة اللي زيها موجود في الامتحان بإذن الله إن شاء الله. أسئلة مهمة الناس ما بتاخدش بالها منها. اللي يهمني ان انا اركز على التريكات السهله الممتنعه، ما ركزش على الحاجات الصعبه قوي اللي معلش ما تجيش في الامتحان. اركز على السهل، والامتحان زي ما انا قلنا الامتحان هو السهل الممتنع اللي هو بيبين الخبره. لازم يبقى عندك خبره حل اولا، وبعد كده اتوكل على الله واشتغل، روح للامتحان والدنيا هتبقى زي الفل باذن الله. طيب ايه الاسئله اللي انت جايبها يا مستر؟ جايب لك بعض الاسئله على المنهج بالكامل، ان شاء الله هتعجبكم وان شاء الله هتفيدكم وانتوا في الامتحان باذن الله. يلا جهز نفسك كده ويلا بينا. معاكم احمد الحفناوي، مدرس ماده الفيزياء في موقع القاهره 24. يلا بقى نبدا اول سؤال معانا النهارده. السؤال الاول ده سؤال جميل جدا، ناس كتير جدا عارفه حله وهو سهل، بس في ناس بتقع فيه. اللي هو ايه؟ يلا بقى. بيقول لك مصباح كهربي يمر به تيار 5 امبير. حلو قوي. فاذا اصبح شده التيار 2.5، يعني التيار قل. فطالب يقول لي ما دام التيار قل اذا الاي والار علاقه عكسيه. اهو بقى ده هيقع في امتحان الثانويه العامه. ليه بقى؟ خلي بالك، مش كل اللي بيغيروا الار. يعني ايه؟ الار بتتوقف على 4 حاجات: طول، مساحه، نوع، درجه الحراره. انا قلت فيهم تيار؟ لا. يبقى تخلي بالك قوي، مش دايما استخدم قانون اوم في العوامل كل قانون ليه عامل لوحده. يعني مثلا اول قانون اللي هو الار رو اي في ال على ايه، اللي هو رولا يا بيه، رو اي في ال على ايه. طيب لو عايزين نجيب معامل الحث المتبادل، تخلي بالك قوي من الكلام ده. ما تقولش الاي ام اف بتساوي الام دلتا اي على دلتا تي، لا، هتستخدم الام بتساوي ميو ان تربيع ايه على ال، اللي هو من اختصارها في كلمه مناع. حلو؟ يعني اللي يأثر في معامل الحث المتبادل، معامل الحث الذاتي اللي هو المعامل النفاذيه، عدد اللفات، صح؟ مساحه المقطع، طول الملف، ده اللي بيغير. غير كده ما يتأثرش، فخلي بالك من المعلومه دي. طب الار 4 حاجات فقط، وهزود عليهم 5 اللي هم يعني الاثنين في الاخرانيين دول كانهم واحد. ازاي بقى؟ اللي هم الطول، نوع الماده، درجه الحراره. طب الاثنين اللي هنعتبرهم واحد اللي هم ايه؟ المساحه ونصف القطر، لانه الاثنين واحد. يعني انت لو زودت مساحه فالمقاومه تقل، زودت نص القطر مثلا للضعف المقاومه تقل للاربع ايه؟ للربع. فهمت الفكره؟ فخلي بالك من المعلومه دي عشان طلبه الثانويه العامه بتقع فيها، وان شاء الله انتوا ابطال فمش حدش هيقع باذن الله. تعال بقى نخش على السؤال الثاني بقى. عندما يمر تيار كهربي شدته ار في موصل طوله ال، مساحه مقطعه 3 a، يعني طوله ال، مساحه مقطعه 3. حلو. يبقى الار بتساوي 1 على 3، ال على 3 a. انت متخيل معايا؟ يبقى تكتب القانون بتاعك الار بتساوي رو اي في ال على ايه. طب يا مستر انت ما اتكلمتش على رو اي ليه؟ ما دام ما ذكرهاش كانها بواحد. اتفقنا؟ يبقى انت عندك الار بقت تلت اللي هي ال على 3 ايه. وعند استخدام نفس البطاريه مع تغيير الموصل المستخدم من نفس الماده، وجدنا ان التيار المار اصبح 3 ار. حلو. يعني انت التيار زاد للضعف، زاد ل3 امثال. يبقى المقاومه هنا هتقل للتلت. طب تلت كام؟ انت متخيل؟ ده سؤال بيلخبط بس هو سهل.
حلو، تلت 2 بواحد، وتقول ال على 3 ايه. حلو. طب والثانيه انت هتزود المقاومه؟ لا، هتنقصها عشان التيار زاد ل3 امثال. حلو، يبقى تنقصها للتلت. يبقى هنستخدم انهي بقى؟ ان انا اخليها تسع. يلا بقى نجيب الكلام نقرا. واهم حاجه في السؤال خلي بالك مني، يعني اهم حاجه اقرا الاختيارات صح. قراءه الاختيارات او الاختيارات اللي عندك في المساله في حد ذاتها نص الحل. فهمتني؟ واهم حاجه يبقى ثقتك بنفسك شويه حلوه، يعني ثقتك بنفسك ايه؟ قويه شويه. نبدا بقى اول سؤال بتاعنا اللي هو اول اختيار، طول الموصل 2 ومساحه المقطع 18. طب و2 على ال 18 مش فيها تسع؟ ده هو اللي انا عايزه، يبقى صح، برافو عليك. اقف هنا؟ لا، كمل يا ريس، ما ممكن تبقى حاجه ثانيه. طب يلا بقى، طول الموصل الجديد 3 ال ومساحه المقطع 3. 3 على 3 فيها الواحد، لا شكرا. طول الموصل 18 ومساحه المقطع 2، لا برضه ده 9، انا عايز العكس. طب تخيل بقى لو انت كطالب ثالث ثانوي، اسال بقى كده 18 على 2 يعني 9، يبقى المفروض ما يبقاش 3 3 اي، لا هيبقى تلت الاي. صح، برافو عليك. تمام، يبقى الاجابه لحد دلوقتي الف صح. طب طول الموصل تلت مع التلت، لا راحوا مع بعض، يبقى الكلام الصح هيبقى الاجابه ايه؟ الف. شفت، انا عايزك تعمل كده، انا عايزك تعمل كده. الغرض من المراجعه بتاعتنا النهارده ان انت تكتسب ثقه بنفسك، ان انت ازاي تعرف تتعامل مع الامتحان، مش ان انا هشرح لك كل المنهج، مستحيل. انا عايزك بس تلم الافكار اللي زي جايه في الامتحان. طيب يا مستر، هل الاسئله دي جايه في الامتحان؟ لا، ما اعتقدش تجيلك في الامتحان، بس زيها في الامتحان. فهمتني؟ لان انا ما اعرفش الامتحان هو عباره عن ايه، او ما اعرفش الامتحان هيجيلك ايه، الاسئله هتجيلك ازاي، بس انا اعرف سيستم الامتحان ازاي، يعني هيجيلك السؤال ده، هيجيلك السؤال ده. فهمتني؟ انا عايزك تركز بس وهتلاقي الدنيا زي الفل. طيب رقم 8، السؤال الثالث قصدي، امامك 4 موصلات منتظمه المقطع من نفس الماده مختلفه الابعاد. حلو قوي. انت بقى رتب. السؤال ده بيجي كتير جدا في الثانويه العامه. على فكره عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان الاسئله دي اصلا اسئله امتحان تجريبي، يعني اسئله وضع الامتحان بتاع الثانويه العامه حاططها في الحسبان برضه. تمام؟ طيب هنا دلوقتي بيقول لك فان ترتيب هذه الموصلات تصاعديا حسب مقاومتها الكهربائيه. استنى بس كده، انت عايز ترتب تصاعدي، حلو قوي. طيب هل انا اسيبها كده عايمه وزي ما تيجي تيجي؟ لا، اصبر بقى. انت راجل دلوقتي كلها كام يوم وتبقى مهندس او دكتور او صيدلي او مدرس او محاسب، يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا، ربنا هيكرمنا وهيكرمك ان شاء الله. انت اللي هتبقى، يعني انتوا اللي هتبقوا في المناصب الفتره اللي جايه. تمام؟ سواء دكتور، صيدلي، ربنا يكرمك تبقى مستشار، محامي. فلازم اهم حاجه في حياتك التنظيم. اهم حاجه في حياتك التنظيم، والمشكله دي مشكله جيل ان هو ما بيعتمدش شويه على التنظيم. لا، لازم تنظم نفسك في الحل. مش معنى ان انا اجيب مجموع ثالثه ثانوي يبقى ده انا كده نهايه العالم. لا، انا عايزك تبدا كده تبقى منظم. ازاي تبقى منظم؟ حضرتك هقول لك دلوقتي انا عندي ورقه فاضيه واكتب. خلي بالك من حاجه مهمه جدا جدا جدا. تمام؟ اي مؤسسه ناجحه لازم تسجل كل حاجه. اي مؤسسه ناجحه لازم بتسجل كل حاجه، ودي انا اتعلمتها في الجيش. كل يعني ذره كده بتحصل لازم نكتبها ونسجلها. ده صح، دي المؤسسات الناجحه زي الجيش. خدت بالك؟ زي المؤسسات والشركات الناجحه دايما اكتب، سجل كل حاجه، واكتب اي حاجه بتحصل في اليوم لازم تسجلها. ليه؟ هتحتاج لها، وده الصح. خدت بالك؟ انت بقى اسمع الكلام وسجل، سجل كل حاجه واكتب. يلا بقى نبدا كده مع بعض. ترتيب هذه الموصلات تصاعديا حسب مقاومتها الكهربيه هو ايه؟ طب تعالى بقى صلى على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. انا عندي قانون واروح معوض. طب يا مستر انا راجل مش حافظ القوانين، ايه المطلوب؟ اعمل ايه؟ هل ان انا احفظ قوانين؟ طب ده امتحان بكره وانا مش حافظ قوانين. ايه المطلوب؟ اقراها. يعني حاول قبل ما تخش الامتحان حتى لو انت مش حافظ القوانين يبقى معاك ورقه المفاهيم واشتغل ايه؟ شوف السؤال ده يجيلك ازاي، ولو حتى يعني ايه القوانين يبقى عندك ايه؟ عندك شويه ايه؟ شويه كده من ايه؟ من الحساسيه بتاعت القوانين او حساسيه الحل. تمام، حلو. طب تعالى بقى السؤال هنا. اول سؤال، اول شكل هبص كده وانا معاك اهو. يبقى الار هتساوي ايه؟ مش بتساوي الوقيف ال على ايه؟ ايوه، امسك ورقه وقلم واكتب معايا. طب ال في الشكل الايه يعني الشكل واحد كام؟ 2. طب والمساحه 2.
ال على الايه يبقى 2 على ال. شفت سهله ازاي؟ حلو وبالراحه، ومش شرط ابقى اينشتاين الفيزياء عشان اقفل امتحان فيزياء، لا هو محتاج بس تنظيم وتركيز فقط. طيب دي يبقى كده اول واحد الايه ده بواحد، اوكي. نخش على بي، ال على الثلاثه يعني تلت، حلو. طب السي 2 على الواحد فيها الاثنين. طب الدي ال على 4 يعني ربع. امسك كده مين اكبر واحد؟ تعال السي اكبر واحد لان طوله اكبر ومساحته اقل، يبقى السي اعلى واحد. ثم واقعد كده اتناقش واعلي صوت وانا بتكلم عادي مش مشكله، اتكلم مع نفسك، ايه المشكله؟ حلو. مين التلت ولا الربع ولا الواحد اللي وراه؟ اللي وراه طبعا الواحد، حلو قوي. ثم التلت، ايوه. ثم الربع، حلو قوي. تعالى بقى نشوف الاختيارات. قال لك البي هو اصغر واحد. طب بص فين البي؟ لا يا اخوي البي مش اصغر واحد، حلو. ب الدي هو اصغر واحد، حلو. ثم وراه البي، برافو عليك. ثم وراه الايه، حلو قوي. ثم وراه السي، هي دي الاجابه الصح. اروح عامل عليها كده بقلم الرصاص نقطه كده صغيره واروح مكمل الاختيار. ليه؟ علشان اتاكد، علشان وانا طالع من الامتحان يبقى انا الدنيا معايا زي الفل، عشان اوفر على نفسي في المراجعات وانا براجع الامتحان، حلو. يبقى جي السي، لا استنى، ده السي ده اكبر واحد فيهم. ثم الايه، ثم بي، ثم دي. ايه يا مستر؟ طب ما دي هي دي. عرفت ليه بقول لك كمل الاجابات؟ عرفت ولا لا؟ طب يبقى انا عندي بي ب وجيم. طيب دي اي سي بي، لا شكرا ده اتلغى. طب هو عايز ترتيبها تصاعديا حسب المقامات، يعني تبدا بالصغير ثم الكبير ثم الكبير ثم الكبير، يبقى انت هتختار الاجابه ايه؟ ايوه يا مستر ده بالصلاه على النبي عليا كده، ده انا ايه؟ ده انا كده اينشتاين في نفسي، ايوه طبعا. تمام؟ يبقى الاجابه هتطلع مين؟ ب. شفت بقى سهله ازاي؟ ايوه اعمل اللي انا بعمله ده، مش عيب، مش عيب والله، كمان مش عيب ان انا اتكلم واهزر واضحك واتكلم عن المساله، مش عيب والله، يعني بقعد في البيت واقعد اتناقش كده مع نفسي. تمام؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ تمام؟ يلا بقى السؤال بعد كده اللي هو السؤال ده بقى سؤال جه زيه في امتحان ثانويه عامه. يلا 4 مقامات متماثله وصلت معا كما بالاشكال الموضحه، فيكون ترتيب الاشكال من الاكبر مقاومه الى الاقل. شفت بقى هو عايز ايه؟ اكبر اقل، اكبر اقل. يلا بقى نعمل بقى التعديل زي ما انا علمتك، يلا وناقش كده واتكلم معايا، ايه المشكله؟ طيب نبدا كده. على فكره التعليقات انا هشوفها، اكتب وريني واكتب الاجابات ايه، ويلا وريني. هستنى شويه كده واخر الاجابه شويه واشوف مين اللي بيحل كتير. تمام؟ يلا بقى السؤال ده بقى رقم 1. ازاي اجيب المقاومه هنا؟ قال يا مستر دول توازي. الله، يعني ايه توازي؟ يعني المقاومه بتكون اصغر ما يمكن. شوف انا براجع معاك اهو. طب حلو، دول ثلاثه توازي، فلنعتبر كل المقاومات قيمتهم واحد. لو تفتكروا كل الفيديوهات اللي نزلناها قبل كده، تمام، كنا بنشتغل بنظريه الستة واحد، يعني الفي ب6 والار ب1. لو ما ادالكش مقاومات يبقى تمام، حلو. اشتغل بنظريه ايه؟ الستة واحد. معلش لو حد زملكاوي يستحمل برضه، معلش. يلا بقى نبدا كده. دي 3 و3 يعني هنعتبر المقاومات هنا بواحد، حلو. 1 1 1 دول توازي، يعني ايه المقاومه المكافئه تطلع كام؟ تلت، حلو. تلت وواحد يبقى 1 وتلت، يعني 1.33333، يبقى المقاومه رقم 1. ايوه اكتب كده 1.33333. يا سلام على حضرتك. طيب نخش بقى على السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 ده ياه، ده دول توالي، وما دام المقاومات قد بعض يبقى ان في ار. يا سلام عليك، يبقى كام؟ 4. 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 يبقى قيمتهم بكام؟ ب4، زي الفل. طب تعالى هنا بقى رقم 3. دول 2. يا سلام عليك، 2 مع الواحد خدهم توازي، يعني 2 في 1 على 2 زائد 1 بقت 2 على 3 اللي هي 66%. زود كمان عليها الواحد اللي هنا ده، يعني 1.666.
تمام؟ نيجي هنا بقى دول 3 شفت بقى اهي وفرت على نفسي وقت، ما خدش معايا ايه؟ وقت كتير وفي نفس الوقت براجع. حلو. الاول لو تفتكر كده كنا بنقول واحد كام؟ ايوه سامعك 1.33333. حلو قوي. التاني بقى 4. حلو. التالت ها 2 و1 يبقوا 1.66. حلو. هنا 75%. يلا بقى انت عايز الاكبر الاشكال من الاكبر للاقل، يعني اكبر واحد فيهم مين؟ ايوه برافو عليك 2. ايوه برافو عليك، يبقى دي كده صح. 2 ثم 3 ثم 1 ثم 4. يبقى الاجابه هتطلع ايه؟ الف. تعالى بقى نتاكد. 1 هو اكبر حاجه؟ لا يا حاج اركن على جنب. دي 4 اكبر حاجه؟ لا اركن ده اصغر حاجه. ده ال3 اكبر حاجه؟ لا يا ريس. يبقى الاجابه الصح عندي رقم الف. شفت بقى سهله ازاي؟ واحده واحده والدنيا هتبقى زي الفل. يلا بقى نخش على السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده مهم جدا جدا جدا. بيقول لك في الدائره الكهربيه المبينه بالشكل. حلو. ان النسبه بين قراءه الاميتر قبل وبعد غلق المفتاح ك. فاكرين نظريه ال6 1؟ هنفترض ان قيمه الفرق الجهد ب6 وكل المقاومات 1. يلا فتح المفتاح وغلق المفتاح، يعني اقسم ورقتي كده نصين، نص عند فتح المفتاح والنص الثاني عند غلق المفتاح. امين؟ امين يا مستر. زي الفل زي الفل. الاول لما يكون فتح المفتاح يعني المقاومه اللي تحت دي كانها مش موجوده خالص. شكرا، كانها مش موجوده اصلا. حلو. 1 و1 ما احنا قلنا نظريه ال6 في والار ب1. حلو. 1 و1 كام؟ ب2. برافو عليك. اذا شده التيار في الحاله دي هتبقى 6 على الاثنين. طب لو واحد لسه فاتح الفيديو، ايه هو ال6 وايه هو ال1 يا جماعه؟ في البي بنعتبرها ان هي ب6 والمقاومات ب1. اوكي؟ يبقى تاني 6 على الاثنين فيها ال3، يبقى قيمه التيار في الحاله الاولى هتبقى 3. تمام. طب لما اغلق استنى بقى، الار والار هيبقوا توازي، يعني 1 و1 توازي يبقى نص. برافو. نص 1 يبقى 1 ونص. اذا الاي توتال هتساوي الفي بي 6 على الواحد. 6 على الواحد ونص يعني فيها قيمه 4. فيها كام؟ 4. يبقى التيار في المقاومه التيار الكلي هنا ب4. يجي هنا بقى يروح كام؟ يروح هنا 2 و2. يبقى في الحاله الاولى كان 3، في الحاله الثانيه بقى 2. برافو عليك. عرفت بقى نظريه ال6 1 ازاي؟ عشان محدش يزعل مني. نخش بعد كده على الطريقه العاديه. يجي طالب متفوق يقول لك اما انا احلها بطريقه اسهل من مستر حلها، ايه المشكله؟ ده زي الفل. يلا الطريقه الاولى اللي هي انت عندك مقاومات. حلو. فهنا في التيار في الحاله الاولى يعني ده اي. حلو. لما تيجي فلنفترض ان انت حضرتك هتاخد دول توازي، يعني ار وار وده هيبقى ار. حلو. في الحاله الاولى تمام التيار كان في بي على 2 ار. في بي على 2 ار. حلو. في الحاله الثانيه بقى ار وار هيبقى كام؟ هيبقى نص. نص 1 بقت 1 ونص ار. يبقى الاي في الحاله الثانيه في بي على 1 ونص ار واضربها في نص. ليه بقى؟ عشان التيار هيتجزأ هنا وهنا. عندك الطريقتين واعملها على الآلة واشتغل هتلاقي الإجابة برضه هيطلع لك الإجابة ب. واختار دايما الأسهل بالنسبة لحضرتك. طيب نخش بقى على السؤال رقم اللي بعده. في الدايرة التي أمامك بعد غلق المفتاح ك أي صف يعبر عن قراءة أجهزة الفولتمتر في 1 وفي 2 وفي 3. خلي بالك أول السؤال ده عشان ده بيجي في الامتحان دايما يا أسف أو يا دكاترة. خلاص كلها 20 يوم ان شاء الله ربنا يوفقكم وتبقوا دكاتره او باشمهندسين ان شاء الله باذن الله. قول امين يا رب. اول حاجه حضرتك اخلي بالي قوي من 3 قراءه فولتمتر. تعالى بقى نقول بقى هنا شايف الفي ده؟ ايوه اللي هو اللي تحت ده. يا مستر ده فرق الجهد بتاع الفي باتري، يعني فرق الجهد بتاع المصدر. برافو عليك. وده بيحب الاي ولا بيكرهه؟ شوف انا بعمل ايه. ايوه اعمل زيي. الفي بتاعي ده بيحب الاي ولا بيكرهه؟ لا ده بيكره الاي. ليه؟ لان القانون بتاعه الفي بتساوي في بي ناقص اي فا. حلو تمام. يبقى بالتالي حضرتك ده الفي بتاع ده هنا لما الاي يكبر ده يقل. طب الاي صغر
ده يكبر يبقى العلاقه علاقه عكسيه. طيب نيجي هنا بقى الفي واحد ده على مقاومات يا مستر، دي سهله قوي. طب وده برده زي ده بالظبط. طب يلا بقى عند غلق المفتاح، استنى بقى، اول ما يبقى في غلق المفتاح تشغل ايه؟ لمبه الطوارئ عند حضرتك. ليه؟ خلي بالك المفتاح ده ليه اكتر من كذا حاجه، يعني لو قريب من مصدر ولو قريب من مقاومه، لا ده دنيا ثانيه سيادتك يعني. طب نعمل ايه هنا حضرتك؟ نيجي هنا بقى اول حاجه لما تغلق المفتاح بقى سلك فاضي، حلو، يعني المقاومات دول كانهم مش موجودين، يعني فرق الجهد هنا بصفر. شفت بقى سهله ازاي؟ نيجي هنا بقى الاثنين ار حضرتك ماله يا مستر؟ ده انت قللت مقاومه، فايه الطبيعي ايه اللي هيحصل؟ ان التيار هيرفع، حلو، يبقى ده هيزيد، برافو عليك. طب نيجي ده، يجي طالب يقول لي يا مستر طب ما الار هنا بزيرو، يعني فرق الجهد بيساوي فرق الجهد بتاع المصدر. لا استنى بقى كمل كده، ايوه في مقاومه هنا. ما دام في مقاومه هنا يبقى هتطبق القانون اللي هو في بتساوي في بي ناقص اي في ار، يعني ده هيقل نظرا لزياده مين؟ التيار. حلو، تعالى بقى يبقى الاول ده صفر، ده زاد وده قل. يلا الفي 1 تصبح صفر، حلو قوي. الفي 2 تزداد زي الفل. الفي 3 تقل، حلو. انا شايف الاجابه الصح الف. طيب نكمل، تزداد لا شكرا، تصبح صفر صح، بس هو قال لك ان الفي 2 بتقل والفي 3 بتزيد، لا ده كلام غلط. والاجابه الاصح كده واتاكدت بنسبه 100% ان الاجابه الصح هتبقى ايه؟ ايه. خش بقى على السؤال بعد كده كيرشوف. وسؤال كيرشوف يا جماعه فيه مسالتين. كيرشوف فيه سؤالين، واحد والاثنين اختر تقريبا. حلو؟ واحد على قانون اوم اللي هو قانون كيرشوف الاول ده، والثاني قانون كيرشوف الثاني. يعني الاول والثاني جايين في الامتحان باذن الله، فركز عشان تضمن درجات. طيب السؤال الاول ده سؤال منتشر جدا في الثانويه العامه، ازاي بقى؟ تعالى بقى قيمه التيار اي واتجاهها. يا مستر احنا متعودين دايما في الكتب الخارجيه بيحط لي الاتجاه، ايه المشكله؟ لا عيب ولا حرام، عادي اشتغل بيه. طب يلا بقى ده بكام حضرتك؟ 6، طالع ولا داخل؟ ده طالع. يبقى هقول لحضرتك حاجه اسهل، هتعمل بص كيرشوف ده عامل زي موظف الحكومه عندنا في مصر كده، اتفقنا؟ اول ما يقبض المرتب من هنا سيادتك وعند اول الشارع مراته تقفشه، هات اللي جوه ايه؟ هات اللي في جيبه. ايه اللي هيحصل؟ حلو، خد المرتب يا عيني، بس ايه؟ ما استفادش منه. مراته ايه؟ خدت كل المرتب بالظبط. اهو زي كده كده اي نقطه طيارها صفر. حلوه يعني زي بالظبط ده. يبقى الداخل قد اللي خارج، زي بالظبط اللي جاي قد اللي رايح. حلو قوي. طيب تعالى بقى هنا يا ريس واحده واحده كده. ده 7 طالع، يبقى اكتب عند الخارج 7، وده الاجابه داخل، لا داخل. ال6 ده داخل، حلو، يبقى ال6 ده داخل، حلو، وال12 داخل، تمام. يبقى نيجي هنا في الكفه بتاعت الداخل ال6 وال12 وال2. طب اجمع كده 6 و12 ادي 18 و2 ادي 20، يبقى على جنب كده 20. طب نيجي هنا بقى ده بكام؟ ب7 و7 خارج، يبقى الكفه الثانيه 7، يبقى انا عندي ده ب20 وده بكام؟ 7. اذا الاي هيبقى ناحيه مين؟ ناحيه الكفه الاقل عشان الكفه تبقى متساويه، يعني الاي هيبقى خارج، يعني الاي هيبقى من بي لاي. برافو عليك. طيب قيمتك كام يا ريس؟ اطرح 20 ناقص 7 يديك 13، يبقى 13 من بي لاي. ده سؤال جميل جدا وسهل جدا. نخش بقى على السؤال اللي منتشر برضه في امتحانات الثانويه العامه واللعب على كثافه الفيض. السؤال بعد كده في الشكل المقابل، اذا علمت ان كثافه الفيض الناشئ عند التيارين الكهربائيين المارين بالسلكين اكس واي عند النقطه بي تساوي بي. شفت لخبطك ازاي؟ واذا عكسنا اتجاه التيار المار السلك اكس بينما ظل اتجاه التيار في السلك واي كما هو، فان كثافه الفيض عند النقطه بي تساوي كام؟ شفت بقى، انا تهت وحضرتك تهت ومصر كلها تاهت. هو بقى بيلعب على النقطه دي اللي هو ايه؟ اللي هو يتوهك وفي الاخر ايه؟ يضرب. تمام؟ احنا بقى لا، احنا جاهزين يا ريس، احنا ما بنخافش. ابدا كده اقرا السؤال بس بالراحه واكتب ملاحظاتك. طيب في الشكل المقابل، اذا علمت ان كثافه الفيض الناشئه عن التيارين الكهربائيين اكس واي حلو هي بي. طيب نبدا كده مع بعض. كثافه الفيض بتتوقف على حاجتين، ايه هما؟ ايوه سامعك، اللي هو الاي والدي بس، لانه ده سلك. حلو. طب يلا بقى عند النقطه بي الاول 2 على 1 والثانيه كام؟
1 على الاثنين، يعني كاني بقول على طول 2 على الواحد زائد. طب ليه قلت زائد؟ عشان التيارين اثروا في البي، ودي حاجه كويسه والدنيا زي الفل بقى. طيب يبقى نقول كده 2 على الواحد زائد 1 على الاثنين. يجي طالب يقول لي ليه زائد؟ عشان اتجاهين عكس بعض. برافو عليك. 2 على الواحد ب2 زائد 1 على الاثنين هو نص، 2 ونص. يبقى كده البي توتال قيمتها ب2 ونص في الحاله الاولى. طب اذا عكسنا اتجاه احد التيارين يعني في نفس الاتجاه، يعني بدل ما هيبقى جمع هيبقى طرح. الله ينور على حضرتك. يعني 2 على الواحد ناقص 1 على الاثنين بقت 1 ونص. شفت بقى سهله ازاي؟ يبقى في الحاله الاولى كانت 2 ونص، الحاله الثانيه كان كام؟ 1 ونص. هقول كده البي 1 على البي 2 بتساوي 2 ونص على 1 ونص، واعملها بالآلة هيطلع 3 على 5. 3 على 5 يبقى الاجابه الصح هتطلع الف. وسؤال يقدر يشتغل ويلعب على الطالب. فانت دايما خليك بمبدا ايه؟ لا انا جامد، انا اعرف الاعب القرود على الشجر، هو ده الصح. خلي بالك. تمام؟ يبقى ده الاجابه الصح. نخش على السؤال اللي بعد كده يا شباب. في الشكل المقابل وضع ملف دائري يمر به تيار كهربي موازي لمجال مغناطيسي منتظم كثافته ب، فكانت محصله كثافه الفيض جذر 5. استنى بس كده على جنب كده عشان عايز اقول لك كلمتين كده ايه سر. طول ما حط جذر يبقى اعرف ان دول كانوا متعامدين، يعني الزاويه بينهم 90. وما دام متعامدين اخلي بالك بنظريه الجذر 5 والجذر 10. ايه بقى؟ الجذر 5 يعني 2 1. ليه بقى؟ ما هو 2 تربيع زائد 1 تربيع يديك جذر 5. طب ال10 جذر 10 يبقى 3 1. يبقى ايه؟ اللي هو 9 3 تربيع 9 زائد الواحد تربيع يبقى معاك جذر 10. فهمت الفكره؟ يبقى ده قال لك جذر 5 على طول يبقى قيمه كثافه الفيض واحده ب2 والثانيه ب1. حلو قوي. فعند دوران الملف 90 يبقى انت هنا هتاخد جمع يا اما طرح. طب احنا قلنا 2 و1 لما تجمعهم يبقى 3 ولما تطرحهم يديك ايه؟ يديك 1. يبقى الاجابه الصح الف. قال لك 0 او ب؟ لا احنا قلنا 1 3. ب 3 1 3 1. برافو عليك. طيب ج 5 1 لا. د 2 1 لا. الاجابه الصح 3 1. وده سؤال جميل جدا وسؤال سهل جدا. نخش بقى على السؤال اللي بعد كده. حلقتان. حلقتان خلي بالك ده سؤال موجود في الامتحان. حلقه وسلك. تخلي بالك قوي لما يقول لك نقطه التعادل يبقى بي سلك بتساوي بي دائري، واشتغل على كده وخلي بالك من القواعد. عشان كده انا جايب السؤال ده. السؤال ده بيقول لك ايه؟ حلقتان معدنتان متحدتان مركزا وفي نفس المستوى واحد يمر بكل منهما كما بالشكل اتجاه الفيض المغناطيسي عند مركز مشترك ام يكون ايه؟ طيب احنا دلوقتي في قاعده اسمها قاعده فليمنج لليد ايه؟ اليد اليمنى. صح؟ فليمنج لليد اليمنى. وفي عندك قاعده اسمها قاعده البريمه اليمنى، وفي قاعده اسمها قاعده امبير لليد اليمنى، وفي قاعده اسمها قاعده لينز، وفي قاعده فليمنج لليد اليسرى، وفي قاعده كمان. لا تمام، دول اللي عندي ودول اشتغل عليهم. وفليمنج امبير لليد للملف اللي هو ملف ايه لولب. دول السته المهمين جدا تخلي بالك منهم، ودول جايين في الامتحان. الله اعلم بقى انهي واحده بس ايه جايين في الامتحان. تمام؟ حلو. السؤال ده بقى انا بقى هركز معاك في قاعده البريمه اليمنى. تمام؟ البريمه اليمنى حضرتك بيبقى ماشي كده. برافو عليك. ده ماشي مع العقارب ولا ضد العقارب؟ ماشي مع العقارب ولا ضد العقارب؟ تعالى بقى نعرفها ازاي. بص بقى، لو ماشي مع العقارب ودي سبحان الله يعني الاعجاز العلمي سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى احنا كل ما بنكتشف علم نلاقيه سبحان الله في علم ربنا او في القران الكريم سبحان الله، او في الشعائر الاسلاميه سبحان الله. تعالى بقى نبدا كده مع بعض. انت دلوقتي لو خدت بالك من حاجه لاحظتوا انه دايما الطواف بتخلي الكعب على ايدك اليسار وتطوف في عكس عقارب الساعه. ليه؟ لان انت بتطلع لفوق سبحان الله، يعني سبحان الله. اي دي خلي بالك اول ما تلاقي نفسك كده افتكر ايه؟ الكعبه. ربنا يكرمكم كده يا رب وارزقنا يا رب الحج والعمره، اللهم امين يا رب. تمام؟ نبدا بقى هنا بقى. دلوقتي حضرتك لو خدت بالك هنا مع العقارب بقى بتنزل للاسفل. مثال لو جبت ازازه ايه؟ ازازه الميه عادي. ازازه الميه حضرتك لو انا ربطتها مع العقارب بتقفل. طب لو ضد العقارب بتطلع زي كده بالظبط. يبقى بالتالي لو انت مع العقارب بتنزل لاسفل، طب لو ضد العقارب بتطلع ايه؟ لاعلى. سبحان الله. تمام؟ عشان كده دايما الطواف في الكعبه بتخلي الكعبه على ايدك الشمال وتمشي عكس عقارب الساعه. تمام؟ يبقى بالتالي هنا
الله اعلم ليها يعني علاقه بالكلام اللي بقوله ولا لا، بس سبحان الله يعني. المهم دي لو انت مع العقارب بتبقى الاسفل، لو انت ضد العقارب بتطلع ايه؟ لا. انا عايزك تبقى حافظها كده. طيب وخلي بالك كمان من حاجه ثانيه، ايه هي؟ ان كثافه الفيض حضرتك مالها؟ قال لك كثافه الفيض حضرتك، وتخلي بالك من المعلومه دي مهمه جدا، ان كثافه الفيض بتتناسب طردي مع شده التيار وعكس مع الار، يعني كل ما الار تكبر يوم كثافتها ايه؟ تقل، صح؟ زي بالظبط موجات الواي فاي. يا سلام لما يكون عندك مكالمه مهمه كده او بتكلم حد في حاجه مهمه جدا، بتعمل ايه؟ بتيجي تقرب ناحيه الواي فاي، صح؟ طب لما تبعد ناحيه الواي فاي بتلاقي اشاره الواي فاي بتقل، او زي كده بالظبط. يبقى حضرتك انت عندك مين اكبر كثافه فيض؟ قال لك اكبر كثافه فيض لان الار بتاعته صغيره. اكبر كثافه فيض الار بتاعته ايه؟ صغيره. يعني اللي في تحت ولا اللي بره؟ قال لك لا، اللي جوه قصدي. طيب اللي جوه اللي يغلب. طب اللي مع العقارب ولا ضد العقارب؟ لا، اللي مع العقارب. تمام. طب ليه انا قلت كده؟ عشان شده التيار متساويه. يبقى بالتالي اللي يغلب مين؟ اللي هو مع العقارب. يبقى ده لاسفل، يبقى بالتالي اتجاه كثافه الفيض لداخل السطح، لداخل ايه؟ السطح. طيب السؤال اللي هقول لك عليه هديه لطلبه الثانويه، ده السؤال ده بنسبه مليار في المية هتلاقيه في الامتحان. نخش على السؤال اللي بعد كده يا شباب. في الشكل المقابل وضع ملف دائري يمر به تيار كهربي موازي لمجال مغناطيسي منتظم كثافته ب، فكانت محصله كثافه الفيض جذر 5. استنى بس كده على جنب كده عشان عايز اقول لك كلمتين كده ايه؟ سر. طول ما حط جذر يبقى اعرف ان دول كانوا متعامدين، يعني الزاويه بينهم 90. وما دام متعامدين اخلي بالك بنظريه الجذر 5 والجذر 10. ايه بقى؟ الجذر 5 يعني 2 1. ليه بقى؟ ما هو 2 تربيع زائد 1 تربيع يديك جذر 5. طب ال10 جذر 10 يبقى 3 1. يبقى ايه؟ اللي هو 9 3 تربيع 9 زائد الواحد تربيع يبقى معاك جذر 10. فهمت الفكره؟ يبقى ده قال لك جذر 5 على طول، يبقى قيمه كثافه الفيض واحده ب2 والثانيه ب1. حلو قوي. فعند دوران الملف 90 يبقى انت هنا هتاخد جمع يا اما طرح. طب احنا قلنا 2 و1 لما تجمعهم يبقى 3 ولما تطرحهم يديك ايه؟ يديك 1. يبقى الاجابه الصح الف. قال لك 0 او ب؟ لا احنا قلنا 1 3. ب 3 1 3 1 برافو عليك. طيب ج 5 1 لا. د 2 1 لا. الاجابه الصح 3 1. وده سؤال جميل جدا وسؤال سهل جدا. نخش بقى على السؤال اللي بعد كده. حلقتان. حلقتان خلي بالك ده سؤال موجود في الامتحان. حلقه وسلك. تخلي بالك قوي لما يقول لك نقطه التعادل يبقى بي سلك بتساوي بي دائري، واشتغل على كده وخلي بالك من القواعد. عشان كده انا جايب السؤال ده. السؤال ده بيقول لك ايه؟ حلقتان معدنتان متحدتان مركز وفي نفس مستوى واحد يمر بكل منهما ار كما بالشكل. اتجاه الفيض المغناطيسي عند مركز مشترك ام يكون ايه؟ طيب احنا دلوقتي في قاعده اسمها قاعده فليمنج لليد ايه؟ اليد اليمنى، صح؟ فليمنج لليد اليمنى. وفي عندك قاعده اسمها قاعده البريمه اليمنى، وفي قاعده اسمها قاعده امبير لليد اليمنى، وفي قاعده اسمها قاعده لينز، وفي قاعده فليمنج لليد اليسرى، وفي قاعده كمان. لا تمام، دول اللي عندي ودول اشتغل عليهم. وفليمنج امبير لليد للملف اللي هو ملف ايه؟ دولي. دول السته المهمين جدا تخلي بالك منهم، ودول جايين في الامتحان. الله اعلم بقى انهي واحده، بس ايه جايين في الامتحان. تمام؟ حلو. السؤال ده بقى انا بقى هركز معاك في قاعده البريمه اليمنى. تمام؟ البريمه اليمنى حضرتك بيبقى ماشي كده. برافو عليك. ده ماشي مع العقارب ولا ضد العقارب؟ ماشي مع العقارب ولا ضد العقارب؟ تعالى بقى نعرفها ازاي. بص بقى، لو ماشي مع العقارب ودي سبحان الله يعني الاعجاز العلمي سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى احنا كل ما بنكتشف علم نلاقيه سبحان الله في علم ربنا او في القران الكريم سبحان الله، او في الشعائر الاسلاميه سبحان الله. تعالى بقى نبدا كده مع بعض. انت دلوقتي لو خدت بالك من حاجه لاحظتوا انه دايما الطواف بتخلي الكعب على ايدك اليسار وتطوف في عكس عقارب الساعه. ليه؟ لان انت بتطلع لفوق سبحان الله، يعني سبحان الله. اي دي خلي بالك اول ما تلاقي نفسك كده افتكر ايه؟ الكعبه. ربنا يكرمكم كده يا رب وارزقنا يا رب الحج والعمره، اللهم امين يا رب. تمام؟ نبدا بقى هنا بقى. دلوقتي حضرتك لو خدت بالك هنا مع العقارب يبقى بتنزل للاسفل. مثال، لو جبت ازازه ايه؟ ازازه الميه عادي. ازازه الميه حضرتك لو انا ربطتها مع العقارب بتقفل. طب لو ضد العقارب بتطلع زي كده بالظبط. يبقى بالتالي لو انت مع العقارب بتنزل لاسفل، طب لو ضد العقارب بتطلع ايه؟ لاعلى. سبحان الله. تمام؟ عشان كده دايما الطواف في الكعبه بتخلي الكعبه على ايدك الشمال وتمشي عكس عقارب الساعه. تمام؟ يبقى بالتالي هنا
الله اعلم ليها يعني علاقه بالكلام اللي بقوله ولا لا، بس سبحان الله يعني. المهم دي لو انت مع العقارب بتبقى الاسفل، لو انت ضد العقارب بتطلع ايه؟ لا. انا عايزك تبقى حافظها كده. طيب وخلي بالك كمان من حاجه ثانيه، ايه هي؟ ان كثافه الفيض حضرتك مالها؟ قال لك كثافه الفيض حضرتك، وتخلي بالك من المعلومه دي مهمه جدا، ان كثافه الفيض بتتناسب طردي مع شده التيار وعكس مع الار، يعني كل ما الار تكبر يوم كثافتها ايه؟ تقل، صح؟ زي بالظبط موجات الواي فاي. يا سلام لما يكون عندك مكالمه مهمه كده، او بتكلم حد في حاجه مهمه جدا، بتعمل ايه؟ بتيجي تقرب ناحيه الواي فاي، صح؟ طب لما تبعد ناحيه الواي فاي بتلاقي اشاره الواي فاي بتقل، او زي كده بالظبط. يبقى حضرتك انت عندك مين اكبر كثافه فيض؟ قال لك اكبر كثافه فيض للي الار بتاعته صغيره. اكبر كثافه فيض الار بتاعته ايه؟ صغيره. يعني اللي في تحت ولا اللي بره؟ قال لك لا، اللي جوه قصدي. طيب اللي جوه اللي يغلب. طب اللي مع العقارب ولا ضد العقارب؟ لا، اللي مع العقارب. تمام. طب ليه انا قلت كده؟ عشان شده التيار متساويه. يبقى بالتالي اللي يغلب مين؟ اللي هو مع العقارب. يبقى ده لاسفل، يبقى بالتالي اتجاه كثافه الفيض لداخل الصفحه، لداخل ايه؟ الصفحه. طيب السؤال اللي هقول لك عليه هديه لطلبه الثانويه، ده السؤال ده بنسبه مليار في الميه هتلاقيه في الامتحان. بقى دلوقتي ده ايه؟ اوميتر. الاوميتر بيقيس مين؟ بيقيس المقاومه. طيب لو اداك شكل حلو قوي، هتعمل اللي هقول لك عليه. ده ربع التدريج، ده ربع ايه؟ التدريج. والحته دي اسمها نص التدريج، برافو. والحته دي اسمها ثلاث ارباع التدريج، زي الفل. والحته دي اسمها اخر التدريج. طيب ربع التدريج حضرتك كام؟ 9000. فاكرين نظريه شقلب ونقص واحد؟ احنا هنشتغل ده. فربع التدريج يبقى 3 ار، شقلب بقت 4 ناقص 1 بقت 3 ار، يبقى الار اكس بتساوي 3 ار داش. طب لو كان خمس خلاص يبقى الار اكس بتساوي 4 ار داش. انت متخيل؟ يلا اشتغل معايا. طب لو سدس، ايوه اكتب تعليقك، سدس يبقى 5 ار داش. حلو. سبع 6 ار داش. ايه يا مستر دي لعبه حلوه قوي. طب لو اديت لك 3 على 4، استنى بقى، مش هتبقى كده اتلخبطت، يبقى هتقول ايه؟ الار اكس اللي هي المقاومه الخارجيه بتساوي ار داش على 3. طب 5 على 6 ار داش على 5. طب 3 على 2 على 3 ار داش على 2. انت متخيل؟ يبقى اقسم على البسط. حلو قوي. يبقى شقلب وناقص واحد، او لو اداك رقمين جنب بعض يعني 3 4 اقسم على ال3، لو 5 6 اقسم على 5 وهكذا. تمام؟ ده شغل الرياضه بقى. احنا ايه؟ احنا بوفر عليك وقت. طب تعالى بقى نشتغل بطريقه ثانيه برضه هتفيدك قوي. الحته دي اسمها ربع التدريج، والحته دي اسمها نص التدريج، والحته دي اسمها 3 ارباع التدريج. انت هتمشي نظريه ثلاثات. ازاي بقى؟ هقول لك. لو دي اسمها ار داش على 3، ودي اسمها ار داش على الاثنين. الار داش يعني ار توتال، المقاومه الكليه بتاعت الاوميتر، يعني ار على 3، ودي ار بس. دي بقى 3 ار. يبقى احنا ماشيين بنظريه الثلاثات. طب دي واحد، دي تلت، يبقى دي 1 ل3 ار. طب دي لو 1 يبقى دي 3 9. انت متخيل؟ طب دي لو 2 يبقى 6 18. 3 انت بتضرب في 3 تقلب، زي بالظبط لعبه يعني بتضرب في 3 تروح لمرحله 3. يعني ده لو 2 يبقى تضرب في 3 بقى ده ب6. فاهمني؟ ولو ضربت في 3 يبقى ده بكام؟ ب 18. طب يلا كمان واحده كمان عشان نفهمها. ده 3 لو ضربت في 3 بقت 9. 27. كمان واحده كفايه بقى؟ لا كمان واحد، اهو نفس الفكره بالظبط. دي كام؟ اقول 4. اضرب في 3 بقت هنا بكام؟ ب 12. اضرب في 3 بقت كام؟ الحته دي 36. اهي ده النظريه. كل ما تروح لمرحله اضرب في 3. طيب لو انا اديت لك ده 9، تعالى هنا بقت 3 كام؟ 1. انت متخيل؟ يعني 9 3 1. فهمتها؟ يعني انت لو هتمشي كده امشي 3. طب لو همشي كده اقسم على 3. فهمت الفكره؟ ده فكره هتفيدك قوي، سؤال موجود باذن الله هتلاقيه موجود في الامتحان. سؤال حلو قوي وسؤال مضمون. انت بتشتغل على اللي انت بتنتقل من مكان لمكان، بتضرب في 3 او بتقسم على 3 لو جاي كده زي كده بالظبط. طب يبقى ده ب9، ايوه يبقى الحته دي كام؟ ب3. يبقى قيمه المقاومه الكليه هتطلع بكام؟ 3. طب يلا كمان واحده. لو انا اديت لك ده 5 يبقى انت عشان تجيب هنا هتضرب في 3 يبقى كام؟ 15. وعشان هنا هتضرب في 3 كمان يبقى 15 في 3 يبقى 45. فهمتوني ولا لا؟ ده سؤال وباذن الله مهم جدا، وباذن الله هيكون معاك في الامتحان باذن الله. طب يلا بقى نخش على نظريه برضو ايه الاوميتر. اوميتر ينحرف مؤشره الى ربع التدريج عندما يصل مقاومه كام؟ 300. عندما يصل مقاومه كام؟ 300.
الربع احنا قلنا يعني معنى ذلك الار اكس نظريه شقلب ونقص واحد يبقى بقت كام؟ 3 ار. يبقى ال 300 بتساوي 3 ار، يعني الار الواحده ب 100. حلو قوي. طب انا لو عايز اجيب سدس التدريج، سدس التدريج حضرتك هتضرب 5 ار، يعني 5 في 100 ب 500. ده سؤال لسه متدربين عليه والدنيا زي الفل. قاعده لينز، سؤال قاعده لينز ده سؤال جميل جدا وتخلي بالك قوي منه. قاعده لينز بيقول لك يسقط مغناطيس باتجاه ملف كما بالشكل. شايف ده؟ المغناطيس لما بيخش حضرتك هيتولد طبقا لقاعده لينز قطب مشابه عشان يقلل التغير او يقلل الدخول بتاع المجال. فده ان، يبقى ده زيه ايه؟ ان. برافو. يبقى ده ايه؟ اس. حلو. يبقى القطب المتكون عند ايه؟ هيبقى اس اللي هو قطب جنوبي. طب اتجاه التيار طبقا لقاعده اليد اليمنى فنلاقي اتجاههم من 2 لايه؟ لواحد. يبقى الاجابه هتطلع رقم د. ده سؤال جميل جدا وتخلي بالك من قاعده لينز عشان بيجي في الامتحان. السؤال اللي جاي ده حكايه. سؤال رابط كل الفصول، وطبعا ده سؤال تافه جدا بس الناس ما بتخليش بالها منه. اللي هو ايه؟ الشكل البياني الذي يمثل التيار المتولد من دينامو يتركب من عده ملفات بينهما الزوايا صغيره. طب شايف حضرتك ده ايه؟ ده الخط اللي انت شايفه ده معناها ان انت حطيت مقاوم تيار. وانا زمان صغير انا فاكر كان معايا عجله وفيها دينامو، فكنت كل ما اجري يعني ابدل اكتر العجله الدينامو ينور كده. كان حاجه كده اختراع، الكلام ده في التسعينات بقى. فلما كنت بجري قوي الدينامو ايه؟ ينور وينطفي. عشان كده ده الدينامو البدائي. تمام؟ يبقى ده الاول اللي هو ما بينزلش لتحت، ده مقاوم تيار. طيب الدينامو العادي اللي هو القديم بتاع زمان ده بتلاقي التيار بيعمل كده، عشان كده لو متوصل بلمبه تلاقي اللمبه بتنور وتطفي تنور وتطفي كده. طب ده ما دام بياخد ناحيه وينسى الثانيه، ياخد ناحيه وينسى الثانيه، يعني ده مقاوم تيار اللي هو الديود. يعني بنستخدم الديود اللي هو الوصله الثنائيه في تقويم التيار المتردد. بنستخدم الديود اللي هو الوصله الثنائيه في تقويم التيار ايه؟ المتردد. يبقى ده معناها ان هو توصل بديود اللي هو ايه؟ الوصله الثنائيه. انما ده اخيرا ده اسمها عده ملفات الزاويه بينهم صغيره. وتركز في الكلام اللي هقوله. لو انت استخدمت عده ملفات الزاويه بينهم صغيره في الدينامو انت كده بتحصل على تيار ماله ثابت، تيار زي شاحن التليفون المحمول، تيار مستمر عادي خالص. طب لو انا استخدمت ده في المحرك انا بزود من كفاءته، عشان كده جت في امتحان قبل كده. طيب السؤال اللي بعد كده بنتكلم على المحول. المحول بصوا يا جماعه، المحول والدينامو موجودين في الامتحان واسئلتهم سهله وتعودوا مباشر ان شاء الله وربنا هيكرمكم وهتبقى الدنيا سهله شويه. المحول زي ما انتم عارفين هو بيستخدم في التيار او تقويم التيار المتردد. ما ينفعش التيار المستمر، عشان التيار المستمر جهده ثابت الاتجاه والشده. طب يلا بقى نبدا كده مع بعض. اول حاجه في الشكل اللي قدامك ده هتلغي الشكل ب ودال، واكتب تعليقك ليه انا لغيت الشكل ب ودال هقول لك دلوقتي، بس بعد ما احل السؤال عبال ما تكتبوا التعليقات بتاعتكم. مصباح كهربي يعمل على جهد مقداره 6 فولت، في اي الدوائر التاليه يضيء مصباح. احنا لغينا ب ودال عشان دول تيار مستمر حضرتك فبيتلغوا. تمام؟ حلو. طب نيجي هنا بقى 2 عايز ده. طب 12/4 هنكتب كده القانون في بي على في اس بتساوي ان بي على ان اس. فلو عملتها مش هتطلع معاك 2، هتطلع 2 على 3. مش هينفع. مش هتطلع معاك 6 قصدي، هتطلع 2 على 3. يبقى الاجابه دي مش هتنفع. يبقى الاجابه الصح دي. تعالى بقى نحسبها. 2 على اكس بتساوي 12 على 4 على 12. وهعملها طرفين فاصلين يعني هتطلع معاك الفي بي هنا ب 6. يبقى دي الاجابه الصح رقم ج. ده سؤال جميل جدا. طب تعالى بقى السؤال اللي بعد كده الفصل الرابع. يا جماعه الفصل الرابع مهم جدا. مهم جدا. مهم جدا. شوف انا باكد على الكلام ده. الفصل الرابع وخاصه الزد اللي هو المعوقه والتاني الزاويه وحاله الرنين. اي لعب في حاله الرنين التيار هيقل ما عدا حاجه واحده بس هتزيد، ان انت تزود فرق جهد. والله العظيم مهمه وبتيجي في امتحان وموجوده في الامتحان باذن الله، مع العلم ان انا ما شفتش الامتحان بس انا متاكد انها تكون موجوده معاك. دي اساسيات بتيجي دايما في امتحان الفيزياء. في الدائره الكهربائيه المبينه بالشكل زاويه الطول بين فرق الجهد الكلي في والتيار ار. المار عايز زاويه الطول. زاويه الطول انت عندك 3 زوايا او 6 زوايا. لو كان ملف حس بس يبقى زاويه الطول 90 واللي يغلب الفي. طب مكثف زاويه الطول 90 واللي يغلب الار. مقاومه الاثنين حبايب. طب مقاومه ملف حس يبقى زاويه الثاني الزاويه بتساوي اكس ال على الار. مقاومه مكثف
تان الزاويه بتساوي اكس سي على الار، بس تبقى بالسالب عشان دي في الربع الرابع. برافو عليك. طب لو جاب لك الثلاثه مع بعض هتقول تان الزاويه بتساوي اكس ال ناقص اكس سي على الار. وسامحني في السرعه عشان انا بعيد لك بس بعض الحاجات علشان تبقى انت عارف تحل السؤال ده. تمام؟ نخش بقى في السؤال ده بعد اذن حضرتك. السؤال ده في الدائره الكهربائيه المبينه بالشكل زاويه الطول هنا هتساوي كام؟ انت مديك كام حاجه؟ مديك اكس سي ومديك اكس ال ومديك ار. حلو. تاني الزاويه هتساوي ايه؟ قال لك اكس ال ناقص اكس سي على ار. حلو. طب الاكس ال بكام حضرتك؟ لو بصيت في الرسمه هتلاقي الاكس ال ب 60 والاكس سي ب 80. يبقى قلت 60 ناقص 80 على ال 20 هي قيمه الار. حلو. يبقى 60 ناقص 80 على 20 هيطلع معاك سالب. طيب 20 على 20 يعني فيها الواحد. مين اللي تم بتاعها قيمتها واحد؟ اللي هي الزاويه 45. يبقى الاجابه هتطلع ج سالب 45. طيب السؤال بعد كده، السؤال ده سهل جدا بس في طلبه برضه هتقع فيه. يا جماعه انا بختار الاسئله السهله اللي ممكن توقعك. الاسئله السهله اللي ممكن توقعك. الامتحان بكره التعويض المباشر للقوانين. الامتحان السهل الممتنع اللي يوقع اي طالب ثانويه عامه. اللي يفرق بين الطالب المذاكر والطالب اللي مش مذاكر، فخلي بالك. نخش بقى على السؤال بعد كده. في الدائره موضحه قيمه المقاومه ار تساوي كام؟ طب الاول انت عندك الفي بكام؟ ب 20 ار واكس سي. حلو. يبقى انت عندك الفي داش اللي هو الفي المحصله بتاعت كلهم، الفي شرطه او المحصله بتاعتك بتساوي جذر في ار تربيع زائد في سي تربيع. فانت عايز الفي ار سهله، هودي ده الناحيه الثانيه بعكس الشرطه تحت الجذر، يعني هتبقى جذر 20 تربيع ناقص 12 تربيع يديك 16. حلو. يبقى فرق الجهد على المقاومه دي ب 16. التار هو مدالك ب 2. خلاص يبقى الار هتساوي 16 على الاثنين فيها ال8. يبقى الاجابه هتطلع ج. وده سؤال سهل جدا مفيش اي مشكله. السؤال اللي بعد كده الاميتر الحراري. يا جماعه الاميتر الحراري مهم نظرا لان في بعض الخبايا ان واضع الامتحان دايما بيحب يخلي باله منها عشان الطالب يقع. فخلي بالك من الحاجات دي. اثناء معاينه تدريج الاميتر الحراري كما بالشكل بيقول لك كما كان الشكل التالي يوضح موضع مباشر موضع الاميتر مؤشر الاميتر الحراري. بالاخر يعني ايه الاجابه الصح بتاعت مؤشر الاميتر؟ يا جماعه الاميتر الحراري الباور بتاعته بتساوي اي تربيع في ار. برافو عليك. ما دام اي تربيع في ار يعني الباور لو كان الاي بواحد يبقى الباور بواحد. طب لو الاي باثنين يبقى الباور باربعه. انت متخيل؟ طب لو 3 9 4 16 يبقى العلاقه علاقه مع التربيع. عشان كده الواحد يبقى مع الواحد. اوكي. الاثنين بقى يبقى مع الاربعه. يبقى الاجابه الصح هتطلع مين؟ الاجابه ب. ليه؟ 1 1 2 4 3 9 وهكذا. وخلي بالك ان مؤشر الاميتر الحراري بيضيق في الناحيه دي ويوسع في الناحيه الثانيه. فخلي بالك ليه؟ لان الباور بتساوي اي تربيع في ار. وده سؤال جه كتير قوي في امتحانات الثانويه العامه. طيب نخش بقى على الفيزياء الحديثه. بعض الحاجات برضو اللي ممكن توقعك في الفيزياء الحديثه. 1 اختر الاجابه الصحيحه لكل ما الخطوط السوداء التي تظهر في طيف الشمس. يا جماعه اي خطوط سوداء على خلفيه بيضاء خط اسمه ده امتصاص خطي. امتصاص خطي. زي مثال خطوط فرونهوفر اللي هي اثبتت ان الشمس عباره عن هيليوم وهيدروجين. يبقى الاجابه الصح هتطلع ب امتصاص خطي. امتصاص خطي. طيب الحته اللي جايه بقى سهله بس طلبه الثانويه العامه برضه بتقع فيها. صدقني لو ما شفتش الفيديو ده هتزعل قوي وانت في الامتحان. عشان كده بقول لك ركز في الحاجات اللي انا مركز. انا بلعب دايما خارج الصندوق. يعني ليه؟ الناس كلها بتركز على اسئله سهله. لا، الامتحان مش سهل ومش كله سهل ولا كله صعب. الامتحان فيه متوسط وفيه حاجات صعبه وفيه حاجات تفرق بين الطالب المتميز من الطالب اللي مش متميز. صح كده ولا لا؟ طيب فخلي بالك من الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي علشان في الحسبان مهم. طيب اذا كان عدد مستويات الطاقه الممكنه لحركه الالكترون في ذره ما 5 مستويات. 5 مستويات. تعالى بقى عشان بتوع اللغه بتوع الكيمياء بيفهموا اكتر مني في الحته دي. لو انت عندك مستويين اكيد في نطه واحده بس. يعني زي بالظبط انت عندك سلمتين فانت بتنط مره واحده بس. حلو. طب لو عندك 3 سلمات 3 مستويات يبقى في نطتين 1 2 صح؟ طب لو عندك 4 بص بقى الاربعه يديك 6. ليه؟ اول واحد هينط 3 مرات اللي هو فوق، والثاني هينط مرتين، والثالث هينط مره. اجمع كده هتلاقيهم كام؟ 6. يبقى لو كان 4 6. طب لو 5 10.
طب 6 15. خليك حافظ الحته دي مهمه جدا، عشان برضو في طلبه كتير جدا ما بتذاكرهاش اصلا. تمام؟ يلا بقى 5 مستويات، يبقى على طول عدد المستويات او عدد اسمه ده الطيف هيبقى 10 خطوط طيف. اكبر طول موجي في مسلسله باشن طبعا ده رقم 3، يحدث عند عوده الالكترون المصاب. اكبر طول موجي، فلنفترض هديك مثال بسيط جدا، والدك حلف عليك وقال لك انا هحذفك من الدور العاشر مثلا، يعني من الدور العاشر. طيب انت طبعا عشان خاطر حلفان والدك يتم، فانت هتعمل ايه؟ هيحذفك من الدور العاشر تيجي في التاسع، فتلاقي الطاقه قليله. بس معنى كلمه الطاقه قليله يبقى الطول الموجي كبير، فهو عايز اكبر طول موجي، يبقى لازم الطاقه تبقى اقل. طب باشا رقم 3، يبقى انت هتحذف منين؟ من الدور الرابع تيجي عند مين؟ عند الثالث، يبقى الاجابه من 4 ل 3. ده سؤال جميل جدا. ويلا بقى في السؤال اللي جاي، حط في دماغك قاعده مهمه جدا في اينشتاين اللي هي الخليه الضوئيه. اكتب بس الكلمه دي عشان هتفيدك قوي وهتدعي لي ان شاء الله باذن الله. الطاقه تزود طاقه، يعني انا لو زودت طاقه الضوء الساقط يوم طاقه الحركه او طاقه تحرك الالكترونات اللي هي الكي اي هتزيد. حلو. والسرعه كمان تزيد، يبقى الطاقه تزود ايه؟ طاقه. الشده تزود شده. ما ينفعش الطاقه والشده يزودوا بعض. ليه؟ لان ده حاجه وده حاجه ثانيه.